رئيس الوزراء المصري المؤقت زياد بهاء الدين قيادات جماعة الإخوان المسلمين برفض أي تفاهمات من شأنها تحقيق المصالحة والاستقرار للشعب المصري. بهاء الدين أكد أن إيجاد طريق لإخراج مصر من الأزمة السياسية يتضمن إنهاء حالة الطوارئ والمشاركة السياسية لكل الأحزاب وضمان حقوق الإنسان ومن بينها حرية التجمع، داعيا قيادة جماعة الإخوان إلى تحديد البقاء في الساحة السياسية والاجتماعية المصرية أو تواصل عمليات الاستفزاز المجتمعي. وكان 72 مصريا أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت بين أنصار ومعارضي جماعة الإخوان المسلمين في جامعة المنصورة. مصادر طبية مصرية قالت أن عشرات الطلاب داخل جامعة المنصورة نظموا تظاهرات حاشدة تأييدا للجيش، الأمر الذي دفع أنصار جماعة الإخوان إلى اعتراض التظاهرات، ما أسفر عن تحول ساحة الحرم الجامعي لحالة من الكر والفر بين الجانبين، مشيرا إلى أن قوات الأمن نجحت في فض هذه الاشتباكات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا بالصوت والصورة من القاهرة مباشرة الكاتب والمحلل السياسي اللواء فكري محمد فتحي. أهلا بك. بداية، الحكومة اتهمت جماعة الإخوان برفض أي حل سياسي للخروج من الأزمة الراهنة، ما هو السبيل لوضع حد لهذه الأزمة في مصر برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري في مصر خرج عن الحدود المعقول حاليا. ما يحدث في الشارع المصري هو دليل على إرادة التخريب لدى الجماعات المتأسلمة سواء من الإخوان المسلمين أو من غيرهم. أنا شايف أن التفاوض مع هذه الجماعات أصبح طريق مسدود، ويجب الحرص على تفعيل القانون وبشدة خلال هذه الفترة اللي تم فيها سريان حالة الطوارئ لم تجدي حتى الآن، لأن الدولة لم تستخدم حالة الطوارئ ولا قانون الطوارئ مع أي من هذه الجماعات. ما حدث في جامعة المنصورة بالأمس وما حدث في جامعة الأزهر بالأمس يدل على أن هذه الجماعات لها أهداف تبعد تماما عن أي نطاق للتفاوض مع هذه الجماعات. نعم، كيف تقيمون التظاهرات التي تشهدها الجامعات، وهل هذه التظاهرات تنذر بوقوع أعمال عنف متزايدة؟ التظاهرات اللي تمت بالأمس هي مؤشرات مبكرة على إرادة العنف لدى هذه الجماعات. وجود قوات الأمن امبارح أو بالأمس لتحرير ساحة جامعة الأزهر منها هو قرار سليم 100%، وإن جاء متأخرا لبعض ساعات، ولا بد في الأيام القادمة والتي تسبق أعمال المحاكمات اللي هتتم لأعضاء النظام السابق الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإخلال بنظام الأمن المصري وبنظام الشارع المصري الذي لم يعد يحتمل نعم. المزيد من هذه الطرق. طيب، الحكومة المصرية تناقش اليوم قانون التظاهر، هل هنالك مخاوف من وضع قيود حقيقية على التظاهر في مصر في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد؟ سيدتي، هناك قانون أصلا للتظاهر موجود منذ سنة 1923، وأنا لا أدري لماذا لا يفعل هذا القانون، وبنبحث عن قوانين أخرى، ولو نبحث عن أخرى تطور هذا القانون، ولكن بداية نطبق القانون المتاح في أيدينا. هذا القانون ليس سلاحا لتحجيم الحريات في الشارع، ولكنه أداة لتطبيق القانون وحماية العنصر البشري المسالم اللي موجود في القاهرة وفي باقي المحافظات. نعم. أنا أرى سرعة البت في هذا القانون، ومع ذلك العناية أيضا في دراسته حتى لا يخرج قانونا مهترئا لا يؤدي الغرض منه.
نعم السيد اللواء فكري محمد فتحي، كنت معنا بالصوت والصورة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. اتهم رئيس حركة النهضة الإسلامية